في سنة 2014 في ولاية إنديانا في أمريكا حصلت واحدة من أغرب وأرعب القضايا اللي اتسجلت رسميا في محاضر الشرطة. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الليلة دي بدأت لما ست اسمها لاتويا أمونز اتصلت بالشرطة وقالت بصوت مرعوب: البيت بتاعي مسكون وأولادي بيتأذوا كل يوم. الشرطة في الأول افتكروا إنها بتتخيل، لكن لما دخلوا البيت بنفسهم كل حاجة اتغيرت. واحد من الضباط كتب في التقرير إنه شاف الأبواب بتتقفل لوحدها بعنف، والسلالم بتطلع أصوات خطوات واضحة جدا، مع إن مفيش أي شخص بيتحرك قدامهم في البيت. الأغرب إن طفل من ولادها قدام عينهم اتشد في الهوا ووقع على الأرض من غير ما حد يلمسه. وفي مرة تانية ضابط تاني شاف الطفل التاني بيطلع على الحيط برجليه كأنه بيمشي عليه زي العنكبوت بالظبط. الشرطة كانت مصدومة وجابوا معالج روحاني عشان يعمل طرد للأرواح الشريرة. المعالج قال إن البيت فعلا فيه طاقة سلبية غريبة جدا، وإن عمره ما شاف حاجة بالمنظر ده قبل كده. تم تسجيل كل حاجة في محاضر رسمية، وبعدها توثق بكاميرات المراقبة خيالات أبواب بتتفتح وتقفل وأصوات غريبة بالليل. البيت اتقفل بعد الحادثة واتمنع أي حد يعيش فيه تاني، ولحد النهاردة محدش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. هل فعلا البيت كان مسكون ولا في سر محدش اكتشفه لحد دلوقتي؟ قولي بقى، لو كنت مكانهم كنت هتفضل فيه ولا أول حاجة تعملها تهرب قبل ما يجي الليل؟ لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، وياريت تحكوا لنا حكاوي لو عندكم زيها في الكومنتات، ممكن تبقى هي قصة الفيديو اللي جاي.